مع هيك بعطي الكتلة الزرقاء لستون وبعدين برجع بخدها وبيسلمها لإلفن، لكن الحراس ما بيلاقوها معه. فجأة تين ما بسكر الجدار العازل وبروح بسرعة بحط الكتلة الزرقاء بأسترو من جديد وبشغله. ولما أسترو بيفيق تين ما بيقول له إنه مش توب الحقيقي بس رح يضل يعتبره ابنه وبطلب منه يهرب. فبطير أسترو وبيهرب بعد ما يدمر المكان. بعد ما أسترو هرب ستون بيعصب وبشغل حافظ السلام باستخدام الكتلة الحمراء، لكن فجأة الجهاز بيمتص وبتحول هو نفسه لروبوت عملاق مرعب ببلش يدمر المدينة. بمؤتمر عام الكل بهرب لما بيشوفه والجيش بفشل بإيقافه. أسترو بلاحظ الانفجارات فبنطلق ينقذ المدينة. أول ما بوصل بلاقي حافظ السلام عم بدمر كل إشي فبهجم عليه بقذائف بلازما. كورا وأصحابها كمان بيجوا يساعدوه. أسترو بقاتل ستون وبدمر له عين، بس ستون برجع أقوى وبضربه بمبنى وبوقعه. وقبل ما يدعسوا كورا وأصحابه بيسحبوا أسترو بيهربوا بالسيارة، وستون بلحقهم وبدمر محطات الكهرباء فبتنقطع الكهرباء عن مترو سيتي والمدينة بتبلش تنهار. أسترو بنطلق وبروح بشيل المدينة وبيستخدم كل قوة الدفع تبعته وبخلي المدينة تنزل شوي شوي لحد ما بتوصل للأرض بسلام. وبمجرد ما ستون بيستجمع تركيزه من اللي صار أسترو ضربه بقطعة معدنية بس ما بيأثر فيه، فبنقض عليه بلكمات متتالية قوية بس بدون أي فايدة. والمصيبة إنه ستون بقدر يمسك أسترو وبسحبه جواه عشان ياخذ الكتلة الزرقاء، بس بمجرد ما الكتلة الزرقاء بتقرب من الكتلة الحمراء بصير انفجار قوي بطيرهم الاثنين بعيد عن بعض. ووقتها دكتور تنما بيروح لأسترو وبطمن عليه، فأسترو بيسأله عن سبب الانفجار اللي صار. فالدكتور تنما بيوضح له إنه لو الكتلتين اجتمعوا مع بعض رح يصير انفجار مهول رح يدمرهم هم الاثنين والطاقة تبعتهم رح تختفي. بهاللحظة ستون بيقدر يمسك السيارة اللي فيها كورا وأصحابها، وأول ما أسترو بيشوف إنه أصحابه بخطر بودع أبوه وبنطلق بأقصى سرعة ممكنة ناحية ستون. ووقتها ستون بحس بالخطر، وقبل ما يعمل أي إشي أسترو بيقتحمه وبدخل جواه وبدمج الكتلة الزرقاء بقلب الكتلة الحمراء. بهاللحظة ستون برمي السيارة اللي فيها كورا وأصحابها وبيحاول يطلع أسترو، بس الصواعق بتنتشر بكل مكان وبنتج عنها انفجار بدمر حافظ السلام وبيحولوا لأشلاء. بعد الانفجار الكل بيعتقد إنه أسترو مات وبيحزنوا عليه. تنما وكورا وأصحابه بتأثروا والحراس بيقبضوا على ستون، لكن لما بيلاقوا جسد أسترو دكتور إلفن بخبرهم إنه ما في طاقة لتشغيله. زوج بفاجئهم وبمدوا بجزء من الطاقة الزرقاء اللي كانت عنده، وفعلا أسترو برجع للحياة وبتنتشر الفرحة وبتعرف المدينة كلها إنه بطل وضحى عشانهم. وفي نهاية سعيدة كورا بتلاقي أهلها والجميع بيحتفل بعودة أسترو، لكن فجأة بيظهر مخلوق فضائي عملاق فبندفع أسترو للطيران من جديد للدفاع عن المدينة، معلنا بداية مغامرة جديدة. وبالنهاية ما تنسى تدعمنا بلايك وتعمل شير لأصحابك وتشترك بالقناة عشان تشوف الفيديوهات الجاي، وكمان تدخل تشوف الفيديوهات اللي فاتت. سلام.